اللي فوق الأرض مذهل، بس اللي تحت الأرض أغرب بكتير. في مجمع هرم زوسر في سقارة في متاهة من السراديب والأنفاق بطول أكتر من 5 كيلو. الممرات دي حواليها غرف كتيرة جدا، كان موجود فيها آلاف الجرار والأواني الفخارية والألاباستر اللي كانت جزء من المتاع الجنائزي للملك. عمرها دلوقتي أكتر من 4500 سنة. لكن ليه المصريين القدماء بنوا الأوض والسراديب دي؟ في ناس بتقول إنها كانت لحماية مقبرة الملك زوسر من اللصوص، وفي ناس بتعتقد إنها أوض دفن لناس شغالة في القصر. الجدران في بعض الممرات مزينة ببلاطات من الفيانس اللي هو السيراميك الأزرق، بتدي شكل الحصير، وده بيعكس إبداع المصري القديم في التصميم. الأغرب إن السراديب دي كلها مش مكتشفة لحد النهاردة، ولسه في أجزاء محدش دخلها. هل فيها كنوز مخفية؟ هل هي مجرد ممرات؟ ولا ممكن تكون بتأدي المكان أعمق؟ التاريخ المصري مليان ألغاز، ومع كل كشف جديد الأسرار بتزيد.